السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل بقاع الأرض بالخير والسرور. قبل ما نسمع الكابتن أكرم توفيق وتصريحات نارية جدا جدا لأول مرة اسمعها من أكرم توفيق، حب أقول معلومة صغيرة جدا. لما يكون ربنا راضي عن الأسرة أو راضي عن هذا البيت الرياضي، فده يعني فضل وشكر من ربنا سبحانه وتعالى. لما يكون أسرة فيها 5 أولاد ما شاء الله، 5 شباب، 5 في عين العدو، ويكون ال5 كلهم أحرف من بعض. وأنا يعني عصرت أو شفت يعني معظمهم وهم بيلعبوا في الأندية وأندية دوري ممتاز. لما يكون أسرة فيها الكابتن الكبير عبد العزيز توفيق، الكابتن عبد العزيز توفيق يعني كان لاعب بجد. ما يكون أسرة فيها الكابتن أحمد توفيق، لعب لنادي الزمالك ولعب لنادي وحاليا دلوقتي لاعب في نادي بيراميدز. كمان حاتم توفيق بسم الله ما شاء الله، وأكرم توفيق بسم الله ما شاء الله، ولهم أخ خامس بجد بعتذر إن أنا ناسي اسمه. يعني هم أسرة رياضية فيها 5 أخوات كلهم أمهر من بعض في لعب الكورة. تعالوا مع بعض نتابع أكرم توفيق وتصريحات لأول مرة تسمعها مع إبراهيم فاي. نعم ولا انضمامي للأهلي جاء بمكالمة تليفون، نعم أم لا؟ نعم. من مين؟ الحاج محمد عبد الوهاب. خلص معاك القصة. اللي بعده. قلت لمسؤولي الأهلي أنا عايز ألعب في الأهلي لو من غير فلوس، نعم أم لا؟ نعم. نعم. فكرت شوية؟ لا، ما هو الموضوع اصلا بقاله فترة. بقاله فترة. ماشي. لا بفكر حصلت ولا، فانا قلت لك نعم. اللي بعده. أتلتيكو مدريد تحدث مع وكيلي عقب مباراة مصر وبلجيكا الودية للتفاوض على ضمي، نعم أم لا؟ لا، مش مع وكيلي، مع فيتوريا. مع فيتوريا والله؟ وهو اللي بعد ماتش بلجيكا. وهو اللي قال لك؟ فيتوريا اللي قال لك ولا مين اللي قال لك القصة؟ لا، هو حد وخلاص بقى مش مهم. حد من اللعيبة. ماشي. اللي بعده. لن انسى حديث كراسكو لاعب اتلتيكو معي عقب مباراة مصر وبلجيكا الودية. عادي. هي اكيد حاجة حلوة من لعيب كبير، بس اللي هي ختمها لك بجود بلاي. بس خلاص مش عايزين. نعم. اللي بعده. عبد المنعم لما بيتعصب في الملعب ما بيشوفش قدامه، نعم ام لا؟ لا، هو احنا ما بنفهموش. لما بيتعصب بيتكلم بسرعة ما بنفهموش، بس هو هما الاثنين، هو ما بيشوفش قدامه وما بنفهمش كلامه. هو اللي جه عليك يا منعم، انت حبيبي والله ابدا، هو عارف ان انا اخوه. نسخة كهربا مع كولر هي الافضل في مسيرته، نعم ام لا؟ لا. في كان عنده احسن من كده؟ طبعا لما كان في الزمالك. والله؟ يعني كهربا عنده اكتر من كده كمان؟ فعلا؟ انا حاسس ان هو جايب احسن حاجه دلوقتي معاه. واحسن حاجه دلوقتي مش قبل كده. قبل كده كان احسن كمان. طبعا. ماشي. اللي بعده. انضمام امام عاشور للاهلي كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لك، نعم ام لا؟ نعم. كانت مفاجاه كبيره. طبعا. ما كنتش متوقع خالص. لا. تعامل لعيبه الاهلي مع امام كان عامل ازاي اول لما دخل؟ استقبلتوه بسرعه ولا اخد وقت؟ لما حد بيجي من نادي كبير تمام ويكون الناس زايمه عليه، احنا المفروض اول ناس بنحوطه. احنا عملنا كده. عملته كده. اللي بعده. قيل عني اني زملكاوي بسبب ملابس شقيقي، نعم ام لا؟ نعم. احكي الموقف. احكي. كنت صغير لسه. ماشي. كنت في انبي في الناشئين. احنا عندنا الجو في الارياف برد. ماشي. تمام. او سجعه. سجعه حلوه يا سجعه. تمام. خدت الجاكيت بتاع محمد اخويا. كنت رايح العب بلاي ستيشن عند ناس قرايبنا. ماشي. تمام. فهو حكم عليا لو خسرت هصورك وانزلك قبل بقى ما اتشهر بقى والناس تعرف اكرم. ماشي. فاتصورت، لو خسرت الماتش صورت ونزلها يومها، والناس بقى جت قالت اكرم زملكاوي مش عارف ايه. طبعا يعني الزملكاوي على دماغي. ما شاء الله، الله اكبر، بيت كله لعيب كوره. الحمد لله. يا جماعه انتوا بتشتغلوني. الحمد لله. بس مش عارفه ليه
ليه؟ في الفيلم بتاع كده رضا بالظبط. انتوا بتعملوا معايا ده مش بيبو، ده سمسم، ده مش سمسم، ده بيبو، انتوا ملففيني حوالين نفسي. انت اللي رحت ده مش لعبد اكرم، ده العزيز. زيزو، انت اللي ده رحت مش لعبد زيزو. العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز زي السكر. انا من اللعيبه اللي انا بحبهم جدا جدا كان الحقيقه عبد نعم، ما العزيز. شاء الله. عبد العزيز واحمد واكرم، مين تاني؟ وحاتم. وحاتم. هو ده كان هيعدينا كله. والله واخونا الكبير محمد. هو حاتم اصغر منكم؟ لا انا اصغر واحد. انت اصغر واحد. حاتم بيلعب ولا بيلعبش؟ بيني انا انا واحمد اخويا. بينك وبين احمد. ماشي. لا هو حاتم اصلا ما شاء الله هو ما بيلعبش دلوقتي، هو بطل والله. بس هو ما شاء الله كان لعيب جامد جدا. والله العظيم. اخر محطه كانت ليه فين؟ كان بيلعب فين اخر حاجه؟ لا هو على فكره كان يمضي في الزمالك والله العظيم. كابتن حسام حسن. بس جاب رباط صليب. قدر. اللي بعده. حسام حسن طلب ضمي للزمالك عندما كنت ناشئا في امبي، نعم ام لا؟ نعم. ماشي. ما مشيتش المفاوضات؟ لا كنا لسه صغار، وبعدين امبي كان لا كان حاجه كبيره زمان، على ايامنا كان حاجه كبيره. ماشي. اللي بعده. كيروش افضل مدرب اجنبي تدربت تحت قيادته، نعم ام لا؟ في المنتخب، احنا بنتكلم عن الحته بتاعت المنتخب. المنتخب. في المنتخب. نعم. رحيل فايلر عن الاهلي اثر فيا نفسيا، نعم. ما حضرتوش اصلا. ما حضرتوش. لا ما حضرتوش. طب لو شلنا فايلر وحطينا موسيماني فرق معاك؟ نعم. اللي بعده. كيروش كان بيلعبنا لعبه معلومات، ما كانش فيه لعيب واحد بيجاوب صح. ده عم عبد الله العامل هو اللي كان بيجاوب. والله العظيم. والله كان بيسالكم يقول لكم ايه؟ ما بلاش فضايح. لا الحاجات دي. لا تاريخ المنتخب، تاريخ من زمان، تاريخ منتخب مصر. والمنتخبات في العموم. ماشي. تمام. وعم عبد الله هو اللي كان هو اللي كان بيجاوب. والله العظيم. والله. والدكتور ابو العلا هو اللي كان بيجاوب معايا. ماشي. يعني ما كناش لنا لازمه في القعده اصلا. والله. بس هو اللي كان بيجاوب ابو عم عبد الله. لا. تلقيت عروضا للاحتراف من انجلترا وايطاليا قبل اصابتي، نعم ام لا؟ انجلترا بس. انجلترا بس. انجلترا. ماشي. بتقولوا ايه يا شباب؟ طيب بيقولوا لي في الاعداد منعم بيتفرج عليك وبيقول لك ينفع تبقى مذيع، عشان بس بقى يعني انا بنقل لك اللي بيقولوا لي عبد الباسط بالظبط. خلاص هتخش علينا ولا ايه؟ انا جيت قلت لك في الكواليس انا اقعد مكانك يا باشا. تشرف والله. اكمل الحلقه بالعكس. لا. طب ايه رايك انت اللي هتختم الحلقه النهارده؟ لا خلاص. لم نتاثر بدنيا بكثره فترات الراحه في ولايه موسيماني، نعم ام لا؟ نعم. اللي بعده. 1 من 3 اختيارات اكتر لحظه بكيت فيها اصابتي الثانيه في الصليبي، الهزيمه من صن داونز بخماسيه، لحظه توقيعي للاهلي. الثالثه. اكتر لحظه بكيت فيها لما خلي بالك ان الاولانيه انا عيطت عشان خاطر والدتي. علشان خاطر والدتك؟ ليه بقى؟ لما كلمتها انا كنت بكلمها عادي. كنت بكلمها عادي. وايه اللي حصل؟ وعادي وبضحك وبتاع. هي اللي اتأثرت. هي بقى بالظبط. هي عيطت وانا عيطت معاها بس. يا حبيبي. ولحظة توقيعك للاهلي دي انت عيطت من فرحتك؟ طبعا. ماشي. اللي بعده. الفترة الافضل ليا في الاهلي كانت مع الموس ولا كولر ولا فايلر؟ موسيماني. اكتر صفقة تحمست بانضمامها للاهلي، امام ولا قفشه ولا كهربا؟ لا هم الثلاثه لعيبه كبار، 3 بس. امام. عشان امام ما شاء الله يعني مع الزمالك ومع الفرقه اللي راحها ما اعرفش اسمها. تمام. بس امام كان جاي ما شاء الله عليه، يعني كان جامد جدا. صحيح. جدا كان جامد جدا. اخر سؤال، السؤال اللي جاي ده اخر سؤال. اخف دم في الاهلي بعد رحيل سعد سمير، معلول، حسين شحات، كهربا؟ كهربا. معلول ما بيهزرش. وحسين مقضيها. صباح الفل. صباح الجمال. في نهاية الفيديو لا أملك إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله، آمنين سالمين إلى قبر الرسول زائرين. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.